قال تعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. هذا دعاء سيدنا إبراهيم جد الأنبياء الذي قطن العراق، هذا البلد العظيم الذي نلتقي اليوم بضيافة أهله. إيضاح للآية الكريمة: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. هذا وردت في سورة البقرة في آية رقم 126، ووردت أيضا في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والمقصود بالبلد هي مكة المكرمة. الآية الأخرى: ربي إني أسكنت من ذريتي، أيضا في إبراهيم رقم 35: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هو كلها تنص على أن المقصود بها هي مكة المكرمة، بس فقط لمجرد الإيضاح. شكرا.